عايز افرق بين الاثنين. مهم. دخول الحزب ودخول الانتخابات. طيب دخول الانتخابات هو مش لمجرد دخول انتخابات، هو دخول انتخابات لانك انت بتاخد شرعية ما ان تكون جزء من منظومة الحكم، سواء بقى على مستوى المحليات، سواء على مستوى مجلس الشيوخ، سواء على مستوى مجلس النواب، فانت جزء من منظومة الحكم. مهم. فده علشان تفعل فيها برنامج يخص حاجة، فالحزب ده او انك انت تكون منخرط في الحياة الحزبية ده اساس. مهم. ده بالنسبة لي اساس، لانك انت الا لو انت شخص بقى عندك بقى برنامج طموح مفترض ان المجموعة مهم. هيكون عندها فكر واطروحات اكتر من الشخص، ونفاذ الشخص من خلال سواء مجلس النواب او من خلال مجلس الشيوخ او مجلس محلي ده وسيله لتحقيق برنامج. مهم. لكن ان تكون الناس متخيله ان هو لو دخل مجلس النواب كده بقى دخل الحياه السياسيه، لا، هو كده بقى سياده النائب. مهم. ما سياده النائب ديت مش معناها ان هو بقى حاجه، وده كمان اللي بتخلي مع الناس آه، حاجه يعني تجربه سيئه. اللي كنت دايما انا بنزل انتخابات من 2011 يقول لك اصل احنا بننتخبهم ما بنشوفهمش، اصلا مش عارف ايه كلام مهم. من، لانك انت نفاذك الى انك انت خدت مقعد مجلس النواب او الكارنيه، خلاص انت كده بقيت تمام، مهم. ما عندكش حاجه تنفذها. فاللي انا بشوفه ان دايما الواحد ينخرط في الحاله الحزبيه، ثم يشوف اذا كان هو عنده القدره النفسيه والذهنيه ان هو يكون موجود في المجلس ولا لا. طب يعني انا مش عشان انا ممكن ما انزلش الانتخابات اللي جايه ديت مهم. ان انا مش موجود في حزب، طب انا موجود في حزب العدل عادي طب وبأدي اشمعنى اخترنا وبشارك حزب وبتاع. العدل؟ يعني هل في ايديولوجية معينة احنا بنتبعها فلاقيناها في حزب العدل شبهي ولا؟ مم؟ شبهي شبهك شبهي ازاي؟ عايزين شبهي نعرف يعني. ازاي شبهك، ازاي حزب آه، العدل شبهك؟ يعني اللي عجبني فيه، ويمكن كمان انا اتكلمت مع النائب عبد المنعم كتير جدا، احنا تربطنا علاقه طويله جدا جدا، وهو يعني شخصيه في منتهى الجمال، يعني هو شخص بجد يعني مش بيمثل يعني. مهم. فهو عنده مشروع، وانا بحب القصه دي، بحب اللي هي طاقات النور اللي بتتفتح في وسط المساحات حتى لو كانت مساحات ضيقه. احنا مش بنضحك على نفسنا، احنا مش سويسرا برضو، ها، فاحنا عارفين احنا فين يعني. مهم. فلكن في مساحات، فهو بيحاول يدور على المساحات ديت، والحزب بيحاول يدور على المساحات دي، يشتبك مع مواضيع مهمة، يشتبك مع مواضيع إصلاحية. فلقيت نفسي في القصة دي، ولا سيما كمان ان هو مش حزب أغلبية. وهو حزب الأغلبية بيكون انشغاله الأساسي مين هيخش النواب، وفي 50,000 حد، قيادات شعبية كبيرة، وكل قيادة من القيادات دي عايز ياخد كرسي وبتاع. لكن احنا كحزب العدل لا، مش هنبقى أغلبية. مم. فبما ان احنا مش اغلبيه، فكل الموجودين ما بيتخانقوش ان هم يوصلوا البرلمان، بس هيتخانقوا ان هم يبقوا بيدوا مشروع، بيعملوا مشروع معين او بيعملوا فكره معينه. طب احنا ليه مش بنسعى ان احنا نبقى اغلبية؟ اوه بقى، لا دي بقى قصه ماشي، اكيد اكيد في لحظه من اللحظات هتبقى، بس يعني سنه بسنه يعني، بس في الطموح يعني. اه في الطموح اكيد يعني. ما هو بص، اي حد موجود في الحياه السياسيه كحزب من المفترض ان هو يكون بيسعى الى ان يكون جزء من منظومه السلطه وبشكل كبير، غير كده يبقى جمعيه، غير كده يفتح جمعيه كده وبتاع، فاهم يعني؟ مش على الحزب، الاحزاب مش عمل خيري، الاحزاب عمل مم. مؤسسي يسعى الى الحكم. يحكم بنسبه قد ايه؟ مم. يشكل حكومه، يجيب وزير، يبقى عنده اغلبيه برلمانيه، يقدر يكون مؤثر في السياسات العامه. ده طموح مشروع لكل حزب. أنا متاكد ان الحزب العدل عايز يبقى اغلبيه، ما يعني كطموح ايوه. هيبقى. مم.